فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ضبط كميات كبيرة من الطائرات الانتحارية في الساحل السوري بالقرداحة، مسقط رأس النظام السابق. طبعا كثير عالم قتلت بهذه المدينة غدرا من قبل فلول النظام السابق، طيارات انتحارية قادمة من إيران وعلى الأغلب عبر مناطق قسد دخلت إليهم أو من طريق لبنان، لأن هؤلاء الاثنين يقدموا الدعم لهم. هذه الطيارات الانتحارية كان من المقرر استخدامها في محاولة الانقلاب الفاشلة التي حصلت، والتي بفضل الله فشلت هذه المحاولة الانقلابية، ولكن أكثر من 400 شخص من رجال الأمن لقوا حتفهم في أيام رمضان وهم صائمون. أسأل الله أن يتقبلهم وتعزينا لأهلهم وذويهم، وأسأل الله أن يرفع بهم درجاتها ويتقبلهم مع الأنبياء والصديقين. 400 رجل ذهبوا ماتوا غدر في تلك المحاولة الفاشلة التي أفشلها الله عز وجل. هذه الطائرات كانت تنوي استخدامها والحمد لله تم ضبطها، وربما كانوا ينوون استخدامها في المرة القادمة. يعني نطالب الإدارة الجديدة الساحل حصرا والمناطق التابعة وأقارب التابعين وأقارب النظام السابق المكبسيين، يعني بلا ما نسمي اسم طائفتهم بالحرف، لكن معروفة طائفتهم. فأتمنى أن يتم تفتيش البيوت والقرى وحتى الآبار، لأنه كمية الأسلحة الموجودة في تلك المناطق تسلح دولة كاملة، أو بالأحرى هي موجودة عند بعض الدول، لكن هذه الأسلحة مع الأسف موجهة ضدنا فقط، لم تستخدم للدفاع عنا في يوم من الأيام. فأسأل الله أن يلطف بالبلاد والعباد، وأن يطعمنا من جوع ويأمننا من خوف، نحن وسائر بلاد المسلمين، آمين اللهم آمين. وإخواني في هذه الأيام الفضيلة وصية لكم ولنفسي أولا ألا ننسى أهلنا في غزة، والله ما يجري عليهم وما يجري لهم هناك يندأ له الجبين، وعار علينا إن ما استطعت أن تنصرهم بيدك أو بسلاحك، أقل شيء انصرهم بالدعاء، وللصائم دعوة لا ترد بإذن الله. فوأنت جالس وأنت قائم وأنت تنوي الإفطار ادعي لموتاك، ادعي لنفسك، وادعي لأهلنا بغزة. نسأل الله أن ينصرهم على عدونا وعدوهم، أن يرحم موتاهم، وأن يفك أسرانا وأسراهم، وأن يشافي مرضانا ومرضاهم، وأن يعافي مبتلانا ومبتلاهم. والله نشعر بالعار والخجل أمامهم، ما قدمنا لهم شيء، حتى في عالم تتخاذل ويحبطون منهم بل ويحملونهم اللوم. لا إله إلا الله. اللهم ربنا لا تأخذنا بما عمله السفهاء منا، وعافنا واعف عنا وارحمنا، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم وحد البلاد والعباد تحت رايتك، تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا عدوان إلا على الظالمين. يعني الحالة التي نعيش بها والله يرثى لها، شيء محزن. يعني كما يقول القائل: إسرائيل لا تزول إلا بأمران، أو إلا أن ينقطع عنها الدعم الأمريكي اللامحدود، أو أن يفيقون العرب من سباتهم اللامحدود. والله المستعان.